السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ دخلنا عليكم بالسمن وبالعسل الخوت العزاز الغاليين، ومرحبا بالمشاهدين ديالنا القدام والجداد، هذوك الناس اللي تابوناو في القناه، مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا على الابوني ديالكم وعلى اللايكات ديالكم كاع هذاك التعليق ديالكم، مرحبا بكم والمشاهدات ديالكم. شكرا، بلا كذوب بلا زواق وبلا نفاق وبكل تواضع، شوف بكل تواضع وبلا كذوب وبلا نفاق، مرحبا بكم والف مرحبا. وغادي نتكلموا في هذا الفيديو هذا على هاد الجلسة أخوتي ديال الفاس اللي كاينة اليوم. هاد الجلسة ديال التجار في البشر الخوت، ومع الأسف الشديد كاينة الأم وبنتها واقفين تاني في المحكمة. في الجلسة اللي دازت في الصباح الخوت العزاز الغاليين ديال التجار في البشر وداك الشيء، حضرات لبنى وحضرات الأم المكلومة دائما وحضرات بنتها، وكيعيطوا على شكون؟ كيعيطوا على فاطمة الزهراء البنت الصغيرة خات يسرى، كيعيطوا عليها وما كايناش. وعطاوهم اخوتي، عطاوهم تأجيل حتى 13 واحد. هادشي اللي بان ليا انايا، هادشي اللي كاين الخوت العزاز الغاليين. ها هي تأجلت عاوتاني، ودابا هاد الناس كيخرجوا. خرجت الام المكلومه، خرجت بالليل وهي كتجرب هادشي. يسرا واش حطات شي فيديو البارح كتقول فيه شي حاجه؟ حطات الروتين ديالها على داكشي عادي، فهمتوني؟ التجاره، جيو تشوفوا التجاره ديال بصح الخوت العزاز الغاليين. تخرجت الام باللايفات البارح وانا موجده وانا حاطه صيديات وغادي نمشي نترافع على التجاره ونترافع نقول لهم علاش تجروا ليا بناتي. وانت هي الاولى، تجرتي بهم، انت الاولى باغا واستغليتي هذا المشكل هذا وكديري الفيديوهات واللايفات بالليل ودرتي لايف في الصباح. راكي غادا زعما الجلسه، ما خايفاش، راني موجده المقاطع وموجده، وخصك تحطي كلشي، ما تحطيش غير مقطع كيجي على مثلا على جواب اللي كل شي حاجه، ولا ما تحطيش مقطع. وانت ما باغاش طولي هادشي، بغيتي هادشي سالي وبغيتي تحكميهم الى اخره. دي مع فاطمه الزهراء في يديك، علاش خليتيها في الدار ولا خليتيها في كاع في المدرسه؟ ممكن ليها كاع ديك السويعه اللي غادي تدوز في المحكمه تمشي تشهد. شوفوا الخوت المشاهدين العزاز، واقسم بالله شوفوا، كون كانت انا ما كنهضرش على الخاوي، انا ما كنديرش ديك دوا صافي غير باش ندير فيديو، فهمتوني؟ شوفوا شتي، كون كانت الام عارفه باللي فاطمه الزهراء غادي تشهد ضد في لبنى، ولا في يعني في الزوجه ديال الاب، تقول لهم بصح راه تجرت بيا ودارت بيا الى اخره، راه والله تديها تبقى سيمانه وهي كتدلع فيها وتحك ليها في الحمام وتشري ليها احسن لبسه وتدلع فيها وتمشط لها الشعر ديالها غير باش تشهد معاها. فهمتوني يا الخوت العزاز؟ فهموني، وبنادم غير يتصنت غير بالعقل. كون كانت عارفه هاد البنت، واقسم بالله كون كانت عارفه هاد البنت غتشهد ضدها وضد، يعني غتشهد بالحق، غتشهد البنت بالحق. كون كانت عرفتها غتشهد بداك الشيء اللي غادي ينفع الام، والله حتى تبقى تحزرها سيمانه وتمشي ليها في الشعورات، واحسن فطور ديروا ليها في احسن بلاصه، وعاد يدخلوا للجلسه وتبقى طبطب عليها باش تشهد ضد الاخرين. ولكن فاطمه الزهراء كانت شحال هذه قالت لها خرجيني من هذا الشيء هذا، خرجيني من هذا الشيء، هي ما باغاش هذا الشيء، حيت التجاره في البشر كاين باها وكاين الزوجه ديال الاب وكان عليها تديها، تديها. هي كانت تدلات بالاقوال ديالها شحال هادي، كان عليها تديها وتمنكريها، ما كاين حتى مشكل باش هادشي يسالي، باش ما تاجلش، باش صافي يكون الحكم، باش هادشي يتقاضى ويتسالى. علاش حنايا غادي نبرزطوا هاد الناس اللي تبارك الله تيفيقوا بكري ويجيو وتبقاي انت ديري هادشي هذا هكاك؟ والله الا حتى دوك الناس راه صراحه انت تعداي عليهم، حتى دوك الناس صافي دي معاك فاطمه الزهراء، دي الاخرين راه جاو كاملين، عادي تديها معاك. باش تشهد خص فاطمه الزهراء تشهد بالحق، واش داك الشيء فيه التجاره ولا؟ حيت الا كانت شي تجاره، هي انا شوف، هي الحكم كيبقى للقضاء، واللي قالها القضاء هي اللي كاينه. قال كاينه التجاره في البشر، كاينه التجاره في ما كاينش تجاره في البشر، ما كاينش تجاره في البشر. بحال داكشي ديال زنا المحارم، القضاء بقينا متبعين تنقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وكاع الناس اللي كيبغيو يجيشوا للمتابعين، وكاع الناس اللي كيديروا غسل الدماء المتابعين ديالهم والى اخره، حنا هادشي. ولكن النهار اللي قال القضاء الكلمه ديالو، قال يسرى ما ليست زانيه مع باها، ما كاينش زنا المحارم الى اخره. فاخوتي حنا قلنا راه ما كاينش زنا المحارم، وحنا كنحترموا الحكم، وكنحترموا كاع داكشي اللي كيقولوا القضاء ديالنا النزيه، داكشي كامل كنحترموه.
فكذلك هنا إلا أثبتت في حقهم التجارة في البشر يعني يتعاقبوا. أنا غير هنايا كنقولوا الرأي ديالنا، وكنقولوا بالنسبة للناس اللي ما متبعينش القضية وداك الشيء من الأول. فإلا كانت شي تجارة ولا كانت شي حاجة، راه الأم هي اللي تجرت بهذا الشيء كامل، وهذا الشيء كامل راه الأم اللي تجرت به في الأول. فهي في الاول اللي دارت القناه في الاول، وبكات ودارت باش دعمات، وطلعت لها القناه حتى هي راه كانت كتوصل 300,000 و200 و400 الى 100,000 و60,000 و70,000. حتى هي راه كانت كتوصلها في المشاهدات، وحتى هي دخلت الاموال طائله على هذا الشيء هذا، وتجرت بالوليدات الصغار اللي هما وليداتها، كتبينهم معها، كتبينهم ماشي زعما فهمتوا، كتبينهم وتبين هاد البنيتات اللي كتقول عليهم دابا القصيرات تجروا ليا ببناتي. شكون اللي تجر لك ببناتك؟ شكون؟ راه ملي جات لبنى اللي هي الزوجه الثانيه ديال الاب، ولا الاولى كتسمى ديك الساعات، ملي جات لبنى راه لقاتهم الناس دايرين اليوتيوب، دايرين القنوات ديالهم. لقات فاطمه الزهراء كتبان في اليوتيوب، لقات الدراري الصغار كيبانوا في اليوتيوب، لقات يسرى عندها القناه. وشكون اللي دار لهم القنوات ديك الساعه؟ الام والاب. فهذه لبنى صافي بالعكس، راه هي اللي تأجر بها، وهي اللي تستغلات، وهي اللي تمارس عليها الضغط، وتمارس عليها الناس استفزوها، والناس ما وقروهاش فاش يلاه جات. وفهمتوني وراكم عارفين. يعني بنادم يهضر اخوتي بالحق. وخا حنايا دابا في الاول راه لبنى كانت ساكته، من بعد خرجت كترد بداك الطريقه ديالها، زعما من دوك الناس اللي فاهمه كتمارس داك سميتو ديالها، هكا كتهضر الناس خداو ليها مقاطع. ولا دوك المقاطع راه كاينين مقاطع اخرين عند الاخرى، راه حتى هي راه خرجت، حتى الام راه خرجت وكتعاير في الزوجه الاخرى هذيك. لبنى كتعاير فيها، وجابت واحد البنت مثلات، تقمصات واحد الدور، جابت واحد البنت وقالت لهم ها هي اختها وراه متبريين لها وعليها والديها، زعما ما كيحملوهاش الى اخره. وقالت عليها عاهره ديال الامزوران، وما خلات قالت عليها، ما خلات حتى هي وقالت على البنت اللي غتحرش عليها خوتها، ما خلات ما قالت. يعني راه بزاف ديال المقاطع كاينين المقاطع. وواحد الحاجه قالتها يسرى بصح الخوت العزاز، بصح شوفوا النهار الاول كانوا كيدار عليهم شكايات والدعايات وتجيش الناس، والام كتخرج الاسرى القنوات، والقنوات داروا غسل الدماء للمتابعين ديالهم بطريقه ديالهم، بحيث انهم كيولوا واحد الحاجه كيف ما بغاو هما، كيروجوا لها كيف ما بغاو هما. شي معلومه مثلا خرجت لهم من طرف الام على بنتها ولا شي حاجه، كيجي يشوف المتابع ديالهم وكيمشي تمارس داك الضغط على يسرى الى اخره. راكم عارفين هذا الشيء. وبنادم اللي عاد دخل جديد وباغي يتصنت هذا الشيء الخوت، اقسم بالله الا زعما هذا الشيء راه بلا كذوب. سمعتوني يا الخوت؟ من بعد هذا الشيء كان فهمتوني، تجيش الى اخره. من بعد شنو المتابع، من بعد هاد الناس ديال بوكريشه بنته الزوجه ديالو الى اخره كيردوا على راسهم الى اخره، وسميتو وكيقولوا لهم الناس علاش ما كتاخذوش حقهم. المتابع ديالهم طلع ليهم الدم، المتابعين ديالهم علاش ما كتاخذوش حقكم، علاش ما تمشيوش حتى نتوما ديروا شكايات، راه كاينين فيديوهات، كاينين مقاطع، راه هادي وهادي كيسبوا لدرجه ان كيسبوهم الناس في التعليق، تيقولوا لهم سيروا خذوا حقكم بالقانون. يعني الا ما درتوش نتوما الشكايات نعرفوكم غير بوز، وغير كتلعبوا بهذا الشيء. الام كانت دارت شكايات، دارت تجار في البشر داك الساعات، دارت زينه المحارم، طنطان فين ما تبان ليها شي حاجه دخلت كطرف مدني في ديك القضيه اللي ربحت فيها ثاني 3 المليون. فهمتوني؟ يعني الام ما كتخليش من جهدها. وهاد الناس هادو ما كانوش كيديروا صافي تيقولوا دبر راسو، حنايا كنردوا بالفيديوهات هما هكاك وحنايا هكا، يبقاو كاملين. ولكن النهار اللي ناضوا يديروا حتى هما الشكايات ديالهم، علاش هادوك الناس ما عجبهمش الحال؟ يعني الام تجي توقف بنتها وتقول لها انت زانيه مع باك، وتتهمها تقول لها انت ماشي بنتي، انت ضربتي الى اخره. ومنين تجي هاد البنت تبغي حقها، علاش بنادم متناقض؟ علاش بنادم ما كيبغيش الحق؟ بلا كذوب الخوت، علاش بنادم ما كيبغيش الحق؟ علاش هاد البنت من النهار اللي بغات تاخذ حقها بالقانون، غير بالقانون، راه ماشي بشي حاجه، راه ما جاتش جاهله وكتشير بالحجر في الشارع، ولا كدير شي حيحه، ولا كدير شي فوضى ولا شي حاجه. ما دارتش والو، بغات تاخذ حقها بالقانون. حتى هي بغات القانون ينصفها من طرف كاع اللي بغى تكون الام ديالها، يكونوا القنوات، يكون هاد الناس اللي سبوها واللي عايروها، اللي قذفوها، اللي تعرضوا لها. حنا كنا كنشوفوا بنادم كيتكجكج حدا المحكمه تما
الناس، وكاينين القنوات وكاين الجمهور تما بنادم كاين تما وحشومه. وراه شفنا داك الشيء، والبنت كتبكي وكتقول ها العار الا ما بعدوا مني، ها العار نبوس ليك رجليك عقلتو، ها بعدوا مني، ها بعدوا مني، بغيت غير نعيش ما بغيت والو صافي. شفتوا علاش هاد البنت راه تمارس عليها الضغط، لا هي لا اختها الصغيره الصراحه، وما نساوش ان اختها حتى هي. ما نساوش هاد الشيء كامل الخوت. ونهار اللي بغاو ياخذوا حقهم، هادوك الناس ما عجبهمش الحال، هادوك الناس ما عجبهمش الحال. علاش؟ وبغينا نكونوا حقانيين ونهضروا بالحق، نهضروا بالحق الخوت العزاز الغاليين. تمارس عليهم الضغط وتمارس عليهم كل شيء، ونهار اللي بغاو ياخذوا حقهم بالقانون، القانون فوق الجميع. نهار اللي بغاو ياخذوا حقهم لا حقا اعاقه، مع الاسف الشديد البنت مع امها كتوقف امها في المحكمه، وانتم شنو توقف الام توقف بنتها. الدنيا هانيه عاديه تفضح بنتها، الدنيا هانيه عندكم انتم، ما تخرج الخبره ديالها للصحافه وتناولوها القنوات عاديه، تبقى البنت مطبوعه زينه المحارم في اليوتيوب، هانيه عندكم انتم. تخرج امها الاسرار ديالها وتلوحهم في اليوتيوب ويبداو الناس يعايروها، الدنيا هانيه عندكم، ما عندكمش مشكل نتوما. غير هي اللي تشوهات، وهي حتى هي خصها تاخذ حقها. كلشي مادام هما وصلوا لهذا الشيء كامل، كلشي اخوتي اللي عنده شي حق غياخذو. وصلوا للمحكمه، وصلوا للبوليس، وصلوا لهذا الشيء كامل، اللي عنده شي حق غياخذو صافي. وبنادم بلا ما يتبدا يدير داك التكتيك زعما ما نجيبش البنت ولا من هذا، لا البنت كتقرا. حيت انا اللي زعما غنهضر داك الشيء اللي لا لا، خصك تجيبي البنت تشهد حتى هي يشوفوا ما نعرف شنو فاش غيسولوها، ولا شنو الاسئله اللي غتعطى ليها. واش حنا عارفين حنا غنصدروا الاحكام هنايا؟ ما عارفينش، ولكن اللي عارفين انا كان عليك تدي البنت. ما كاين حتى مشكل، ضيعت واحد السويعه ديال المقاله ولا شحال حتى تاخذ هذا، ما كاين حتى مشكل. المهم ما نعطلوش هذوك الناس، ما نديروش هذا الشيء هذا، وما نصدعوهمش ونساليو علينا هذا الشيء. اللي بغى يسالي هذا الشيء دي سيديات معاك، دي كل شيء معاك، ولكن دي حتى البنت في يديك. وكون عرفتيها غتشهد معاك، كون قالت لك ها ماما غنشهد معاك وداك انا معاك، واللي قلتيها لي انا غنديرها تما، وغنقول لهم تجرت بيا مرتبه ودارت بيا وصوراتني الى اخره، كون راه ديتيها معاك. ولكن مع الاسف ما قالت لك بعدي مني، خرجوني من هذا الشيء وما غنشهدش انايا، ما غنقولش شي حاجه ما كايناش. ايوا هي قالت للبنت شحال من مره كانت كتخرج ديك الساعه في القناه ودي داك الشيء، انا راه دخلت ما شفتنيش اللبنه. وزايدون حتى هذوك الناس اللي زوموا، هذيك القناه اللي زومات على فاطمه الزهراء منين دارت داك اللقطه، ولبنى كتصور الفيديو عادي، راه داز، راه الناس ما ردوش ليها البال. ولكن الناس الاعداء ديال لبنى اللي تيقلبوا على زلات لسان، ولا كيقلبوا على شي حاجه يزوميوها، راه الناس زوماوها. اما كون خلاو الفيديو داز هكاك راه عادي، راه غيدوز الفيديو، حنا راه ما رضيناش ليه البال. حتى بدينا كنشوفوا اللقطات وكنشوفوا المقطع في هذا، الناس اللي زوماو عليها وحطوها شوهوها مسكينه. حتى دوك الناس راه خصهم اللي ينبههم لهذا الشيء اللي كيديروا. واش غنقول لكم الخوت، حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي كيشتتوا الاسر، والناس اللي كيدخلوا بالشر. حسبنا الله ونعم الوكيل اللي كيدخلوا بالشر بين الاسر، اللي كيشتتوا الاسر، واللي ما كيكونوش حقانيين في كلامهم. بنادم يكون حقاني الخوت، بغيتي حق الام بغي حق البنت. هذا الشيء اللي كاين، الحق كامل، كلشي اللي عنده شي حق خصو ياخذه. ماشي الاخرى تمارس اللي بغات، دير اللي بغات، تعاير، تشتم، تخرج الاسرى، تخرج الخبره، تفضح البنت، دير اي حاجه دارت عليها زينه المحارم، دير تجاره في البشر. وداك الشيء كامل، شنو؟ لا ما هي ماشي مشكل، هي حره، والاخرين ماشي حرين الا بغاو حقهم بالقانون. ومشكله دابا والله الا زعما راه غرقوا صراحه كاملين الى القضاء. كيف ما قلت، قال الكلمه ديالو مثلا هذا الشيء ما كاينش كاع، ما كاينش في مره، راه كيتسماو شكايات كيديه، وداك الشيء راه ما منوش. يعني راه مشاو فيها، كان كانوا غادي يتابعوا، وراه غرقوا. يعني في جميع الاحوال راه غرقوا كاملين هذه الاسره هذه. والله يشوف من حالنا ويشوف من حالهم، والله يحد الباس، الله يحد الباس. هذا الشيء اللي غنقول لكم الخوت، هذا الشيء راه ما كيفرحش، والله يخرج العاقبه على خير. يا ترى العاقبه هي اللي فين كنتفكر السيده مسكينه جداهم كتقول يا ترى العاقبه، ويا ترى العاقبه، يا ربي السلامه، الله يرضى بهم. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم الخوت العزاز الغالي.